بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طلبة تالتة ثانوي الشعب الأدبية، أهلا وسهلا بيكم. معاكم مستر أحمد والي، والرياضيات افهمها ببساطة. إن شاء الله النهاردة هنحل النموذج الثامن في النماذج الاسترشادية اللي نزلتها الوزارة للامتحانات سنة 25. أول سؤال بيقول لك العلاقة بين طول ضلع المثلث المتساوي الأضلاع ومحيطه. بصوا يا جماعة، أي سؤال فيه علاقة بين شكل ومحيطه هي علاقة ارتباط طردي تام. أما بين الشكل ومساحته هي علاقة غير طردية ولا عكسية، هي أصلا علاقة غير خطية. فيبقى لما يسألك على المحيط، عشان دي علاقة من الدرجة الأولى، احنا عارفين إن محيط المثلث متساوي الأضلاع بيساوي 3 في طول ضلعه، 3 لام يعني. فدي من الدرجة الأولى ودي من الدرجة الأولى، يبقى ده اسمه ارتباط طردي تام. آسف، الإجابة مش ألف، الإجابة هتبقى الإجابة رقم ج. يبقى اجابتنا هنا هي الاجابه رقم ج. طيب نكبر لك بس الخط شويه عشان تشوفه كويس. طيب السؤال الثاني، نوع الارتباط هنا بين س وص. طبعا الارتباط هنا ده خط طالع لفوق، يعني الميل موجب، يبقى ده ارتباط طردي ولا عكسي ولا طردي تام ولا عكس تام؟ طبعا هو هيبقى طردي تام لو خط مستقيم مفيش حواليه نقط، تمام، لكن هو طردي بس. طيب السؤال اللي بعده، السؤال الثالث، زي ما احنا متعودين دائما، الساق والاوراق. هو عايز ايه؟ عايز المدى. المدى يا جماعه يعني اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه زي ما اتعودنا، واحنا عارفين ده بيبقى مترتب دايما. بس هنبص على المفتاح، يعني 55 علامه شرطه 2 تدينا 55 و2 من 10، يبقى في علامه عشريه. فانا لما اجي اقول لك اكبر رقم هتقول لي من تحت كده 59 و6 من 10 اهو، 59 و6 من 10 ناقص اصغر رقم 54 و1 من 10. حلو، انا لما اطرحهم من بعض هيطلع لي 5 و5 من 10، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده، إذا كان س متغير عشوائي طبيعي متوسطه ميو وانحرافه المعياري سيجما، فعايز احتمال س أكبر من ميو وأقل من ميو زائد 2 سيجما. طبعا احنا ما بنشتغلش بسين، احنا هنشتغل بصاد. فأنا هاجي أحول السين لصاد، يعني الميو دي هطرح منها ميو وأقسم على سيجما فيطلع لك صفر. طيب ميو زائد 2 سيجما، هنطرح منها ميو ونقسم على سيجما، يبقى الميو ناقص ميو بصفر، والسيجما راحت مع السيجما يطلع لك باتنين. يبقى الإجابة هنا أنت عايز احتمال من صفر لحد الاتنين. لحد كام؟ الاتنين. فده بحث في الجدول مباشرة من الجدول. هنروح كده على الجدول، تعالى لي يا جدول، عند الاتنين الرقم اللي جنبها 47 72، هتطلع الإجابة 47 72 اللي هي الإجابة رقم ج. طيب السؤال الخامس، في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة في أي من الأحداث الآتية يكون حدث مؤكد. حدث مؤكد ظهور عدد أولي. الأعداد الأولية اللي هي إيه يا جماعة؟ مش 2 و3 و5؟ طب مش ده حدث 3 على 6 يعني احتماله بنص، والحدث المؤكد احتماله بواحد. طيب احتمال ظهور عدد أكبر من أو يساوي الستة، أكبر من أو يساوي الستة، خلاص، اللي هو الستة بس، مفيش أكبر من الستة، فده يطلع الاحتمال بتاعه سدس. طب برضه ما طلعش واحد. عدد أصغر من أو يساوي الستة، يبقى هما الست أعداد على ستة يطلع بواحد، يبقى الإجابة رقم ج. السؤال السادس، صندوق به 30 كرة متماثلة مرقمة من 1 إلى 30، سحب الكرة واحدة عشوائيا، احتمال أن الكرة المسحوبة مرقمة بعدد فردي مربع كامل. فردي مربع كامل. تعال نربع كده الأرقام من 1 لغاية ما نوصل لغاية ال30. هنربع الواحد هيطلع 1، هنربع الاتنين هتطلع 4، خد بالك بس من اللي أنا بعمله. هتربع التلاتة هتطلع 9، هتربع الأربعة هتطلع 16، هتربع الخمسة هتطلع 25، هتربع الستة تطلع 36. فأنا هقف، فأنا هاخد هنا الأعداد الفردية اللي هو الكام؟ الواحد والتسعة والكام؟ وال25. يبقى دول 3 أعداد وهم كلهم كام عدد؟ 30. يطلع 1 على 10، يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم ألف. السؤال السابع، نصف المدى الرباعي. واحدة واحدة يا مستر، عشان احنا نصف المدى الرباعي ده عامل لنا وش. اقول لك حبيبي عدهم، عد الارقام. طبعا المفتاح ما فيهوش علامة عشرية، هنعد الارقام. ادي 2 وادي 4 يبقى 6 8 10 12 و3 يبقوا 15. يبقى هنجيب ترتيب ر واحد، 15 زائد 1 16 على 4 يطلع العدد الرابع. العدد الايه؟ الرابع. وترتيب ر 3، 4 في التلاتة تطلع ب 12، يبقى العدد الرابع. عد يا باشا، 1 2 3 4، يبقى 54. طب العدد ال 12، عد يا باشا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. شايف يا محترم؟ يبقى 85. عايز اجيب نصف المدى الرباعي، يبقى 85 ناقص 54 على الاتنين.
هيطلع الإجابة بتساوي 15.5 اللي هي الإجابة رقم ألف. السؤال اللي بعده، السؤال الثامن، إذا كان ص متغير عشوائي احتماله ما بين -1 والكاف بيساوي 53 28، فإن كاف بكام؟ هو أولا المفروض إن احنا الاحتمال بتاعنا ده كان عبارة عن الاحتمال بتاع الواحد من 0 ل1 زائد الاحتمال بتاع من 0 لكاف. خلاص، حط بقى يساوي، متحطش يساوي مش فارقة يعني، بيساوي 53 28. فأنا هجيب الواحد ده من الجدول، يعني احتمال الواحد ده احنا حافظينه، يعني احنا خلاص بقى شبعنا منه. احتمال الواحد ده اللي هو 34 13، 4 اهو، انا مش هقول لك عليه بايديا اهو، جنب الواحد 34 13. تمام، يبقى انا هنا هكتب مكان ده، هكتب 34 13. ماشي، هنطرحها من الرقم اللي بره كويس قوي. يبقى الاحتمال من 0 إلى كاف بيساوي، هنطرح 5 ناقص 53 28 ناقص 34 18، يطلع 1900 او 19 15. تعالى بقى ندور على المساحه دي داخل الجدول. ندور على المساحه دي ايه داخل الجدول. تعالى كده واحده واحده كده نخش الجدول واحده واحده. 1915 دي هتلاقيها في الجدول من فوق. ماشي، 1900 دي 1100 1600 1900 اهي يا حبيبي اهي 1915، مش هقول لك عليها اهي، شايفها؟ ماشي، جنبها ال5 من 10. يبقى الإجابة هنا يا مستر الكاف ب5 من 10. طيب السؤال رقم 9، إذا كان الحد الأعلى لفترة الثقة ده الأعلى 31، نفس السؤال ده احنا حليناه، و96% بمستوى ثقة 95%، وكان الوسط الحسابي للعينة اللي هو س بار يعني أو ميو مش فارقة يعني، والانحراف المعياري سيجما، فإن حجم العينة بيساوي ايه؟ طبعا احنا عايز هو حجم العينة، فلازم تجيب ه الأول. فاحنا قدامنا اكتر من طريقه. الطريقه الاسهل لحضرتك، انت عارف ان س بار ده اللي هو ال30، قلناها مليون مره، بتساوي الادنى زائد الاعلى، او الاعلى اهو زائد الادنى اللي احنا هنسميه اكس على 2، ونعملها بالاله الحاسبه شيفت سولف. يلا بينا. 30 بتساوي شرط الكسر، تعالي بس كده يا آلة عشان اشوف. ها، شرط الكسر 31 علامه 9 6، خلاص، زائد الفا قوس عشان اكتب الاكس، يا رب تبقى اتعودت عليها، على 2 شيفت سولف يساوي، هيطلع لك 28.4%. يبقى الادنى 28.4%. طيب الهه بتساوي ايه؟ الهه بتساوي الاعلى اللي هو 31.96% ناقص الادنى 28.4% على الاتنين، هيطلع لك اله 1.96%. يلا بينا نعوض في قانون اله. 1.96% بتساوي سيجما 7 على ميو اللي هي او اسف على جذر نون، التانية دي معامل الاختلاف، انا اسف، في 1.96%. هتروح برضو تعملها بشيفت سولف، هتطلع لك ب49. السؤال اللي بعده سؤال بحث مباشر في الجدول، لسه جايبين الاتنين دي حالا. يعني احنا من الجدول اهو، تعالى من الجدول بحث مباشر اهو، تعالى ننزل لغايه الاثنين فين اهي يا مستر، الاثنين 47 72. ممتاز يا محترم، 47 72 الاجابه رقم د، بحث مباشر. طب تعالى بقى على الاسئله اللي كل سؤال منهم بكام يا باشا؟ بدرجتين. خلاص نشوف بقى حجم العينه المطلوب. يا جماعه تعبنا والله. التباين 625، يبقى السيجما جذر ال 625 ب 25، والخطأ في التقدير 7. هو عايز ايه؟ حجم العينة لسه عاملينها، السبعة بتساوي سيجما على جذر نون في مستوى الثقة 95% صاد ألفا على الاتنين ب1.96. هنكتب ده على الآلة، هيطلع لك قيمة النون بتساوي 49. ماشي. سؤال اللي جاي السؤال 12، إذا كانت معادلة خط انحدار ص على س هي ص بتساوي 8/10 س ناقص 3، فإن قيمة ص المتوقعة عندما س ب5، يعني نعوض عن س ب5 يبقى 8/10 في 5 ناقص 3 تطلع 4 ناقص 3 تطلع ب1، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال رقم 13، إذا كان س متغير عشوائي، طلع بس فوق شوية، متصل ده اللي كثافة الاحتمال له هي ك س على 12، تحرك من 1 ل5 صفر فيما عدا ذلك، فإن ك بكام؟ طبعا احنا اتفقنا على ايه؟ لما يقول لك دي دالة الكثافة الاحتمالية، فبتكتب نص وتعوض مرة بالرقم الأولاني اللي هو 1 كف 1 بكاف على 12، وتعوض بالرقم الثاني 5 في كاف ب5 كاف على 12. ماشي، وتطرح الرقمين 5 ناقص 1 ب4،
وتساوي كل ده بواحد لان كثافه الاحتمال بتساوي واحد. تمام. طبعا عايز تكتب بقى شيفت سولف انا ما عنديش مشكله، عايز تحلها كمعادله ما عنديش مشكله برضو. تمام. تعال نكتبها بشيفت سولف عشان نخلص. هنكتب المساله زي ما هي اهو. بص 4 في نص اللي هي 5/10، وافتح قوس واكتب شرط الكسر اهو اكس على 12 زائد شرط الكسر تانية 5 اكس على ال 12، ونقفل القوس ونقول له هذا الكلام اللطيف بيساوي واحد. شيفت سولف يساوي، هيطلع لك الإجابة بواحد، يبقى الكاف هتطلع بتساوي واحد. طبعا سؤال سهل، ابن ناس محترم زيك كده محترم. طيب السؤال رقم 14 برضو مكرر، ركز بقى معايا عشان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في هذا السؤال، واديني بكرر كل مرة. طبعا احنا نفس السؤال ده احنا مطلعين اجابته قبل كده، بس خلينا واحدة واحدة تاني. هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ من الجدول التكراري المتجمع الصاعد اللي انا مجهزه لك يا باشا، عايز نصف المدى الرباعي. نصف المدى الرباعي يعني انت هتجيب ترتيب ر واحد وترتيب ر 3 واحده واحده بقى. خلاص، تعالى نجيب ترتيب ر واحد وترتيب ر 3. ترتيب ر واحد 50 على 4 هتطلع بتساوي 12 ونص. نروح احنا جايبين ايه بقى؟ يلا يا باشا، سيادتك هتجيب الصغرى والعظمى والعليا والجدول. حلو الكلام. الصغرى طبعا ال 12 ونص دي تقع ما بين مين ومين؟ تقع ما بين الستة وال 14، يبقى الصغرى 6 والعظمى 14. حلو قوي. تعالى قصاد الستة العليا كام؟ 10. خلاص. الجدول انت سيادتك لو طرحت 14 ناقص 6 هيديك 8. 14 ناقص 6 هيديك كام؟ 8. ان احنا كنا بنجمع في الجدول. في اي مشكلة كده؟ هايل. نيجي على ترتيب ر 3. تعالى بقى على ترتيب ر 3 نعمله بلون تاني عشان ما نتلخبطش. ترتيب ر 3 الناحية التانية كده اهو. هنضرب ال 12 ونص في 3. 12 ونص في 3 بيساوي 37 ونص. يلا بنجيب ايه؟ صغرى، عظمى، عليا، جدول. معايا بقى الصغرى ال 37 ونص دي تقع هنا ما بين 29 و 41، يبقى الصغرى 29 والعظمى 41. العليا اللي قصاد الصغرى دي شوف عشان كده كاتبها تحتها تطلع 30. الجدول مش موجود عندي الجدول، فتطرح الرقمين دول من بعض. 41 ناقص 29 هيطلع 12. طيب عايزين بقى مستري نجيب قيمة ر واحد. بنعمل ايه؟ ركز بقى. بنحط العليا بعد كده زائد شرط الكسر فيه. خلاص. اول حاجه ال 12 ونص دي تحطها ناقص الصغرى 6 على الجدول اللي هو 8 في طول الفتره. طول الفتره من 0 ل 10، 10 من 10 ل 20، 10 يبقى دي 10. فيطلع لك ر واحد قيمته بتساوي 18 و125 من 1000. تعالى هنا نفس الكلام، تعالى نجيب برضو اللون بتاعه. طيب تعالى احنا عايزين نجيب ايه؟ قيمه ر 3 بتساوي، هتحط مين اولا؟ اول حاجه تحطها العليا اللي هي كام؟ 30 زائد ترتيبه يا نجم 37 ونص ناقص الصغرى اللي هي 29 على الجدول اللي هي 12 في طول الفتره اللي هي 10. هيطلع لك قيمه ر 3 ب 37. نصف المدى الرباعي، يلا يا بيه نصف المدى الرباعي. لون تاني يا مستر دلعنا. حاضر يا نجم. ماشي. 37 ناقص 18 و125 من 1000 على الاتنين. قالت الكريمة 37 ناقص 18 و125 من 1000 على الاتنين يا مستر أحمد يساوي 151. دوس شيفت اس دي لو عايزها بسط ايه ومقام. 9 و7 على 16. ماشي. 9 وكام؟ و7 على 16. واحنا ما عندناش 9 و7 على 16، عندنا 9 و23 على 48. تمام. تعالى نحسبها تاني كده. 37 ناقص 18 علامة 1 2 5 على الاتنين تطلع 9 و43 75. هي دي يا جماعة. فالإجابة هتطلع هي الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده، إذا كان التوقع، السؤال 15 بيقول لك إذا كان التوقع في التوزيع الاحتمالي المقابل يساوي 2. التوقع اللي هو ميو يساوي 2، فإن قيمة كاف تساوي كام؟ طبعا هو التوقع ده كان بيجي بضرب اللي فوق في اللي تحت، فأنت هتقول إن الاتنين بتساوي 1 في 1/10 زائد 2 في 8/10
زائد كاف في 1/10، وتعملها بشيفت سولف هتطلع لك الكاف ب3. سؤال 16. سؤال 16 هو سؤال محترم زيك. خلاص، سؤال 16 بيقول لك ايه؟ طبعا السؤال ده خلاص بقى قتل بحثا، يعني احنا لعبنا معاه لما قلنا كيف. كيس يحتوي على 10 كرات صفراء و4 كرات حمراء. حلو الكلام، وبيغير اللون بس كل مره. اذا سحبت كرتان عشوائيا على التوالي مع الاحلال، يعني رجع الكور تاني، احتمال ان تكون الكره الاولى حمراء، يبقى 4 على 14، ويعني ضرب الثانيه صفراء 10 على 14 ادم مع الاحلال. خلاص، فاحنا هنعمل ايه؟ هنضرب دول في بعض، هتطلع بتساوي 10 على 49. 10 على 49. السؤال اللي بعده هتجيب معامل بقى، تعوض على طول، تجيب معامل الارتباط لبيرسون. ر بتساوي نون اللي هي 10 في مجموع س في ص اللي هو 213 ناقص مجموع س اللي هو 50 في مجموع ص اللي هو 40 على جذر الاولاني نون اللي هي 10 في مجموع س تربيع 298 ناقص مجموع س اللي هي 50 تربيع في جذر تاني اهو نون اللي هو 10 في مجموع ص تربيع 176 ناقص مجموع ص الكل تربيع اللي هو 40 تربيع. ماشي، هتحسب الحسبة الجميلة اللطيفة دي، هتطلع لك، تعال نحسبها كده مع بعض. 10 الشرط الكسرية في 213 ناقص 50 في 40 على جذر 10 في 298 ناقص 50 تربيع، يطلع بره في جذر تاني 10 في 176 ناقص 40 تربيع، كل ده هيطلع 4 6 9، بعد التسعة في صفر فتفضل 9 زي ما هي، بقى الإجابة رقم د. طبعا هنا بيقول لك إذا كانت معادلة انحدار ص على س هي ص بتساوي 5 ناقص 4/10 س. طبعا بص على الإشارة بتاعت السين، نوع الارتباط بين س وص، هتقول لي الارتباط بين س وص هو ارتباطا عكسيا دام الإشارة سالب. السؤال اللي بعده سؤال 19. في المخططين الآتيين فرق بين الربيع الأول في المخطط الأول، خلاص، والربيع الثاني والربيع الثالث في المخطط الثاني. الربيع الأول هنا بين ال 36 يبقى ده وال 38 هيبقى 37، خلاص، والربيع الثالث هنا اللي هو 54، فعايز الفرق بينهما، يعني 54 ناقص 37. فلما هنطرح 54 ناقص 37 هتطلع 7 1 17، يبقى الإجابة رقم ب. سؤال 20. أ وب حدثين مستقلين، كان لام أ ب2/10 ولام ب ب6/10. أ اتحاد ب، أ اتحاد ب يا باشا بتساوي الألف زائد الب ناقص التقاطع اللي هو هنضرب الألف في الب، تطلع بتساوي 8/10 ناقص 12/100، تطلع 68. تطلع الإجابة رقم ج. إن شاء الله عليكم، الدنيا بقت حلوة، حلينا احنا الجدول ده في كذا امتحان. تمام، برضو ده مهم يا جماعة ويا ريت تهتموا بيه، انا شرحته 500 مرة. الاجابة هنا هتطلع ب1. تمام، احنا بنرتب وبنشتغل زي ما انا عملت لك في النموذج اللي قبل ده على طول. السؤال 22. صندوق به 20 مصباحا منها 5 معيبة. 5 معيبة. اذا سحب مصباحان عشوائيا الواحد تلو الاخر دون احلال، احتمال ان يصبح المصباحان معيبان. ركز بقى معايا، هو دلوقتي انا عندي الصندوق بيه 20 في 5 بايظين، فانت عندك انا احتمال المعيب ده هيساوي، لو سحبت اول واحده طلع لي معيب يبقى 5 على 20. طب في السحبه الثانيه هيبقوا 19 مش 20. خلاص، لما هاجي اسحب هم اصلا كده السليم 15 والمعيب 5. انت معايا صح؟ فانا خدت واحده من المعيب فيتبقى 4، صح؟ يبقى ده المعيب. طيب السليم زي ما هم 15. اللي بعده عايز المصباحان معيبان، يعني الاولاني معيب اللي هو 5 على 20 والتاني معيب اللي هي كام بقى؟ 4 على 19. حلو الكلام، معيب ومعيب ده، فهتضربهم في بعض هيطلعوا 1 على 19. وسؤال سهل ولطيف. السؤال 23 يا محترم. من المخطط الصندوقي المقابل الوسيط هو كام؟
يعني ايه الوسيط؟ يعني الربيع الاوسط. الربيع الاوسط اللي هو ر 2. حلو قوي. اللي في النص ده بين ال 34 36 35. ايه الجمال ده يا مستر احمد؟ يلا عد الجمايل. اذا كان س متغير عشوائي مداه 1 و2 و3 و5، احتمال س بواحد يساوي الضعف احتمال س باتنين بيساوي ربع. ايه الجمال ده؟ الراجل جدد في الامتحان يا جماعه، ادانا احتمال س بواحد بربع، يعني الواحد احتماله ربع. خلاص. اه... تعالى كده، ايه، انا بحب ده اعمل له جدول كده عشان الناس ما تعكش. حلو الكلام. انت عندك 1 2 3، خد بالك 5 لو عايزه. الواحد احتماله ربع، الاتنين ربع على الاتنين هتطلع تمن. خلاص. التلاتة ب7 على 16. انت عايز الخمسة. الخمسة دي يعني واحد ناقص كل اللي انا طلعته ده، الربع ناقص التمن ناقص ال7 على ايه؟ على 16. هتطلع 3 على 16. تطلع الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده مديلك توزيع أو مخطط ساق وأوراق. هنبص على المفتاح، مفيش علامة عشرية، يبقى أنا هبدأ عايز ر 1 زائد ر 2 زائد ر 3. أقول له تعالى نعدهم: 4 و4 8 11 12. يبقى ترتيب الأول ر 1. خلاص، هم دول كام؟ 11. 11 زائد 1 12 على 4 يبقى التالت. ترتيب ر 2 هنضرب دي في 2 تبقى السادس. ترتيب ر 3 هنضرب التلاتة في 3 يبقى التاسع. يبقى ر 1 هو العدد التالت، هو العدد التالت. خلاص. العدد التالت 1 2 3 يبقى 22. زائد ترتيب ر 2 العدد السادس 1 2 3 4 5 6 يبقى 37. ترتيب ر 3 التاسع 6 7 8 9 يبقى 41. هتجمع دول كلهم هيطلعوا بيساووا 100. السؤال اللي بعده: إذا كان عينة أو عينة حجمها نون فإن الوسط عينة حجمها نون، فإذا كان الوسط الحسابي للعينة اللي هو ميو وانحرافه المعياري سيجما، خلاص، باستخدام درجة ثقة. طبعا هو ده ميو أو س بار، والله ما هتفرق والنعمة ما فارقة. خلاص. وكان الخطأ في التقدير ه بيساوي 2 و352 من 1000 حجم العينة. أقول له طب بص، إحنا واحدة واحدة كده. إحنا عايزين نجيب حجم العينة. كنا بنقول إن اله دي 2 352 من 1000 بتساوي سيجما اللي هو 12 على جذر نون في صاد الفا على الاثنين اللي هي 1.96 من 100. شيفت سولف يا مستري ونروح مطلعينها هتطلع ب 100. انت عيل هايل ممتاز رائع، مفيش ليك حل. اوائل جمهوريه الواحد بيدرس لهم، ما شاء الله عليكم. من بيانات الجدول الاتي: اذا كانت معادله الانحدار هي صاد بتساوي 4.2 زائد 3 س، فان مقدار الخطا عندما س ب 10. طبعا دي صاد جدول، صاد جدول اهي. خلاص. احنا بقى هنجيب مين؟ صاد معادله. هنعوض عن السين دي ب 10، يبقى 4.2 زائد 3 في 10 هتطلع 7.2. هنطرحهم من بعض يبقى 8 ناقص 7.2. عايز تحط عليهم قيمه مطلقه حط، مش عايز ان شاء الله ما حطيت هتطلع 8 بس مفيش مقدار خطأ بيطلع بالسالب لأن في قيمة إيه؟ مطلقة. طيب السؤال 28: نصف المدى الربيعي. هم تقريبا فرحانين في المنهج باسمه فبيجيبوه 3 4 5 مرات في كل امتحان. نصف المدى الرباعي رتب يا محترم، رتب يا ابن الناس. اول حاجه هنرتبها اصغر عدد 15، وبعدين 18 23 27 30 32 وبعدين 35 وبعدين 44. حلو الكلام. قال لي ده كلام رائع ممتاز. تعالى نحل يا باشا بقى واحده واحده. عد: 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 احنا هنجيب ترتيب ر 1 هنزود على 8 1 يبقى 9. 9 على 9 على كام؟ على 4. شاطر. يبقى كام وكام؟ 2 وربع. خلاص. يبقى ترتيب ر 1 هيطلع 2 وربع. خلاص. تعال نجيب قيمته بقى بالمره. كنا بنعمل ايه؟ ال2 وربع دي يعني بين هنا اهو، بين العدد الثاني والثالث. اللي قبله كام؟ 18 اهو. بعد كده هفتح قوس اللي قبله اللي بعده ناقص اللي قبله. 23 ناقص 18. 23 ناقص ال 18 يطلع 5 في العلامة العشرية. العلامة العشرية هنا ربع. خلص نفسك يا باشا تطلع 19 وربع. تطلع كام؟ 19 وربع. عندك مشكلة؟ قال لي لا خالص. كده انا جبت ر 1. تعالى نجيب ترتيب ر 3 اهو يا باشا. لون تاني اهو. ترتيب ر 3 هنضرب 2 وربع في 3 هتطلع لك بتساوي 6 75. يعني بين السادس والسابع 1 2 3 4 5 6 هنا اهو مكانه هنا. يبقى هنحط اللي قبله. نحط الايه؟ اللي قبله اللي هو كام؟ 32 زائد
اللي بعده ناقص اللي قبله، 35 ناقص 32 3. في العلامة العشرية، في العلامة العشرية هيطلع لك بتساوي 34 و25%. نصف المدى الرباعي، نصف المدى الرباعي بيساوي الربيع الأعلى اللي هو ر 3 ناقص ر 1 على 2. نطلعها بالآلة تطلع إن شاء الله بإذن الله 7.5. شكرا لحضرتك على حسن الاستماع. نخش على السؤال 29. عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة احتمال ظهور عدد زوجي، عدد زوجي بدل ألف. عدد زوجية 2 4 6. علما بأن، يبقى ده ب، العدد الظاهر أكبر من أو يساوي 2، يعني 2 3 4 5 6. حلو قوي. التقاطع بينهم 3 أعداد. انت عايز احتمال ألف شرط ب. بص كده على طول عشان تتعلم من مستر أحمد. التقاطع بينهم الاثنين والاربعة والستة 3 أعداد، على التاني اللي هم 5 أعداد. بس خلصت المسألة. 3 على 5. 3 على 5. طيب السؤال اللي بعده، السؤال 30 يا محترم. بيقول لي إذا كان احتمال النجاح في تجربة عشوائية اللي هو ح يعني يساوي 3/10، احتمال أن تكون المحاولة الأولى اللي تحقق فيها النجاح المحاولة الثالثة. طبعا ده توزيع هندسي بسيط، توزيع هندسي بسيط. اللي هي بتساوي ايه بقى؟ كنا بنقول ان احنا بنقول 3/10 اللي هي ح، في 1 ناقص ح أس النون دي نون اللي هي ب3 ناقص 1 اللي هي 2. بس خلاص هتعمل ده بالآلة تطلع الرقم اللطيف الظريف اللي هو في الاختيارات ألف. سؤال 31. في تجربة إلقاء قطعة نقود 3 مرات متتالية، عدد العناصر طبعا 3 مرات يعني هي ليها وجهين، هتترمي 3 مرات، 2 أس 3 ب8. عدد عناصر فضاء العينة 8. السؤال اللي بعده، إذا كان س متغير عشوائي متقطع توزيعه الاحتمالي، عايز قيمة ألف. طبعا أدام توزيع احتمالي متقطع يبقى اللي تحت دول بواحد، يبقى الألف دي بتساوي 1 ناقص، اطرح بقى كل ده، 2/10 ناقص 4/10 ناقص 1/10، هتطلع 3/10. طبعا عارف مخك بيقول إيه؟ مستر إحنا كنا بنكتب واحد ونفتح قوس ونجمع دول، هي نجم. إذا كان الدخل اليومي لمجموعة من العمال مكونة من 500 عاملا، حلو الكلام، يمثل توزيع طبيعي متوسطه ميو 180 حرفه المعياري سيجما. خد بالك عشان كده تقرا واحده واحده. عدد العمال زي قل دخلهم عن 198. احنا هنمسك ال 198 دي ونطرح منها ميو، نطرح منها ايه؟ ميو اللي هي 180، ونقسم على السيجما نشوف الناتج ايه عشان نحولها لصاد. خلاص يبقى اول حاجه احنا قسمنا طلعت الناتج بتاعنا 1.2. احنا عايزين بقى يقل دخلهم، عايز احتمال صاد اقل من 1.2. كويس قوي. واحده واحده بقى. لما اجي ارسم لازم ابقى ناصح، وادي انا بقول كرر لك كل سؤال برسم لك اهو. ادي ال1.2 اقل يبقى ناحيه الشمال، اصغر اهو بق السمكه باصص لك شمال، فده كرش. فيبقى الاجابه بتاعته هتبقى نص زائد الجدول. الجدول تعالى يا جدول 1.2 48 49 اهو. 1.2 اللي جنبها 48 9 و 38 49. هنكتب هنا 38 49 فهتطلع الإجابة 88 49. ده الاحتمال. انت عايز عدد العمال، هضرب في العدد الكلي، هضرب في 500 وأقربها. فلما هضرب في 500 وأقربها تعالى كده نضرب اهو 0 علامة 8 8 4 9 في 500 هتطلع بتساوي سيد 442 علامة 4، يبقى 442 تقريبا. يبقى الإجابة رقم ج. خش على الأسئلة المقالية. والأسئلة المقالية إذا كان احتمال نجاح طالب في مادة الرياضيات هو 74%، ده احتمال ألف. واحتمال نجاحه في التاريخ ده احتمال ب 69%. واحتمال نجاحه في أحدهما على الأقل ده ألف اتحاد ب، ده ألف اتحاد ب. عايز احتمال نجاحه في المادتين معا، معا يعني ألف تقاطع ب. ألف تقاطع ب بيساوي الألف اللي هو 74% زائد الباء اللي هي 69% ناقص الاتحاد اللي هو 88%، وتعمل الكلام اللطيف الظريف ده يطلع لك بالآلة 55%. طيب السؤال اللي بعده أنا عندي صاد متغير عشوائي معياري احتمال صاد أكبر من أو تساوي كاف ب 166,000. فوجد قيمة كاف. واحدة واحدة يا جماعة. الرقم اللي بعد العلامة ده 1 أقل من ال5، فالمساحة دي كانت نص ناقص من 0 لكاف. حلو الكلام. فأنا هطرح ده من النص، يعني هكتب كده على الآلة نص ناقص 0 1 1 6 6 دوس يساوي، ادوس على اس دي هيطلع لي 33 و4. 33 و4 يبقى احتمال من 0
لكاف 33 4. بعد اذنك حط لها صفر عشان تعرف تجيبها من الجدول. روح رايح على الجدول 33 40. دي 36. تعال نطلع فوق كده عند 33 اهو. 32 33 فين؟ 32 33 40 اهي. طيب تعالى ده كام بقى؟ ها، صفر علامه 9. عد معايا بقى. صفر علامه 9. حط كام بقى بعد التسعه؟ عد معايا. صفر ولا حط واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه؟ ها، سبعه. شاطر. يبقى 97 من 100. يبقى الكاف هتساوي 97 من 100. يبقى انت بالبحث في الجدول طلعت قيمة الكاف. كده احنا حلينا النموذج الثامن من النماذج الاسترشادية. الأسئلة مكررة جدا جدا. يا رب تكونوا فهمتوا الحل. كان معكم مستر أحمد والي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.